هذه إذاعة إرنا. المستمعون والمستمعات الأفاضل، متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 14 أكتوبر. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، والذي يسلط الضوء على أبرز الأحداث المحلية والإقليمية والدولية. وفي الجزء الأول من حلقة اليوم نتناول التقارير من إدارة البوليس النرويجي حول إبعاد إريتريين إلى إريتريا عقب مهرجان الجبهة الشعبية للاحتفال بالذكرى 25 لتأسيس معسكر ساوا. بعد ذلك نقدم لكم الجزء الثاني، وفيه نستعرض أصداء فوز رئيس الوزراء الإثيوبي بجائزة نوبل للسلام. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. الشرطة النرويجية تنفي ترحيل إريتريين إلى بلادهم بسبب مشاركتهم في أنشطة مؤيدة للحكومة. أصداء واسعة لفوز رئيس وزراء إثيوبيا بجائزة نوبل للسلام. مجلس الوزراء السوداني يمنع استخدام الزئبق والسيانيد في التعدين. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. هذه إذاعة إرنا. أكدت مصادر لإذاعة أرينا بأن الشرطة النرويجية لم ترحل أي مواطن إريتري خلال شهر أغسطس الماضي بسبب المشاركة في المهرجان الذي نظم احتفالا بالذكرى 25 لتأسيس معسكر ساوا للخدمة الإجبارية. وكان إريتريون قد تداولوا في وسائط الاتصال الاجتماعي أخبارا عن قيام السلطات النرويجية بترحيل عدد من طالبي اللجوء الإريتريين إلى بلادهم بسبب مشاركتهم في المهرجان الذي حضره يماني جبرآب في العاصمة أوسلو. للمزيد حول هذا الموضوع تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث. حقق رئيس الوزراء الإثيوبي إنجازا عالميا بفوزه صباح يوم الجمعة الماضي بجائزة نوبل للسلام المرموقة، وهي جائزة دولية تمنح سنويا لأفراد ومنظمات عملوا من أجل السلام في العام الماضي. وتنافس مع رئيس الوزراء العديد من الأفراد والمنظمات، وكان من ضمن المنظمات منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بحرية الصحافة في العالم. وقالت الأكاديمية النرويجية التي تمنح جائزة السلام بأن أبي أحمد فاز بها لجهوده الحثيثة من أجل السلام والتعاون الدوليين، ولجهوده خاصة في إحلال السلام بين إريتريا وإثيوبيا. ويعتبر هذا الفوز تتويجا لجهود رئيس الوزراء الإثيوبي الذي نجح في تحقيق السلام مع إريتريا، واستطاع كذلك رعاية السلام في السودان. وأيضا للمزيد حول هذا الموضوع تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث. قرر مجلس الوزراء السوداني إيقاف استخدام الزئبق ومادة السيانيد في عمليات التعدين بشكل فوري. ووجه المجلس بتعديل الاتفاق مع الشركات العاملة في مجال التعدين بحيث تخصص نسبة من عائدات أرباحها لتنمية المجتمعات المحلية، فضلا عن إنشاء صندوق للتنمية في مناطق التعدين. وكان ناشطون في مجال البيئة قد نددوا بممارسات شركات التعدين المضرة بالإنسان والبيئة، وكان محتجون قد أقاموا عدة وقفات احتجاجية أمام شركات التعدين بسبب استخدامها لمواد مضرة وعدم مشاركتها في التنمية الاجتماعية، خاصة للمناطق الريفية الفقيرة التي لا تستفيد من عوائد وأرباح استثمارات التعدين. وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السوداني في تصريحات صحفية عقب اجتماع الحكومة أنه كان من المفترض أن تتدخل السلطات في قضية تلودي مبكرا، لافتا إلى أن مجلس الوزراء أوقف عمل هذه الشركات وقرر تعيين مشرفين بيئيين من أبناء المنطقة لمراقبة العمل في مجال التعدين وإبلاغ السلطات عن أي خروقات تضر بالبيئة. وأضاف بأن المجلس وجه أيضا بمراجعة سياسات التعدين حتى تكون موحدة وملزمة لكل الشركات.
بهذا الخبر من الخرطوم نكون وإياكم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. الشرطة النرويجية تنفي ترحيل إريتريين إلى بلادهم بسبب مشاركتهم في أنشطة مؤيدة للحكومة. أصداء واسعة لفوز رئيس وزراء إثيوبيا بجائزة نوبل للسلام. مجلس الوزراء السوداني يمنع استخدام الزئبق والسيانيد في التعدين. كانت هذه مستمعي ومستمعاتي الأفاضل نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون والمستمعات الأفاضل متابعي برنامج تعليق على الحدث، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي، والذي نخصصه لتناول أهم الأحداث على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. ونتناول اليوم التقرير الذي أصدرته الشرطة النرويجية حول إبعاد مجموعة من الإريتريين لأسباب تتعلق بقوانين الهجرة، خلافا للمزاعم التي راجت في وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام النرويج بترحيل مجموعة من الإريتريين بسبب مشاركتهم في المهرجان الذي نظمته الجبهة الشعبية في أوسلو بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس معسكر ساوى للخدمة الإجبارية. أما في الجزء الثاني فنقدم لكم تعليقا على فوز رئيس الوزراء الإثيوبي بجائزة نوبل للسلام لهذا العام، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرينا. حصلت إذاعة إرينا على التقرير الذي أصدرته الشرطة النرويجية المتعلق بترحيل عدد من مواطني عدة دول إلى جهات مختلفة بسبب ارتكابهم جنايات أو بسبب مخالفة قوانين الهجرة واللجوء. وجاء هذا التقرير في الوقت الذي راجت فيه شائعات قوية في أوساط الإريتريين بأن النرويج قامت بترحيل مجموعة من الشباب الذين شاركوا في المهرجان الذي نظم في أوسلو بواسطة السفارة الإريترية، وظهر فيه شباب يرتدون ملابس شبه عسكرية ويرفعون العلم الإريتري إلى جوار يماني جبرآب مسؤول الشؤون السياسية للجبهة الشعبية. وجاء الاحتفال على خلفية المهرجانات التي نظمتها الجبهة الشعبية بمناسبة 25 عاما على تأسيس معسكر ساوى للخدمة الإجبارية. وقامت إذاعة إرينا بالتواصل مع مصادرها للتأكد من ما ورد في إحصائيات الشرطة النرويجية، وأكدت المصادر بأن الشرطة النرويجية لم ترحل أي إريتري بسبب مشاركته في المهرجان المذكور، على عكس ما راج في مواقع التواصل الاجتماعي. هذه إذاعة إرينا. يقول تقرير الشرطة النرويجية بأن العدد الإجمالي للإريتريين المبعدين من النرويج لشهر أغسطس الماضي وصل إلى 48 من أصل 338 مرحلا من عدة جنسيات نتيجة لارتكاب مخالفات لقوانين البلاد. وأشار الجدول إلى أن 2 فقط من أصل 48 تم ترحيلهم إلى إريتريا برغبتهم الخاصة بعد تعثر حصولهم على حق الإقامة في النرويج ومطالبتهم بالعودة إلى بلادهم اختياريا. وتم ترحيل 35 إريتريا نتيجة قانون دبلن، وهو القانون الذي لا يسمح بتقديم اللجوء إلا في بلد الوصول الأول. وأغلب الإريتريين يدخلون إلى أوروبا عن طريق إيطاليا، فلذلك يتم إرجاعهم إلى إيطاليا بحسب اتفاقية دبلن التي تنص على أن اللاجئ عليه تقديم اللجوء في أول بلد يصل إليه، وفي حال مغادرته إلى دولة ثانية فإنها تملك الحق في إرجاعه للدولة التي وصل إليها أولا. أما 35 الآخرين فقد تم إبعادهم أيضا لمخالفات تتعلق بقانون الإقامة، وأغلب هؤلاء تم ترحيلهم داخل أوروبا حيث لم يبعدوا إلى إريتريا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وبموجب هذا التقرير فإن النرويج لم تبعد أيا من المشاركين في المهرجان الذي نظمته الجبهة الشعبية. وأكدت مصادرنا أيضا بأن بعض المشاركين هم من المولودين في النرويج ومن يحملون الجنسية، ولا يمكن ترحيلهم إلى إريتريا باعتبارهم مواطنين أو أبناء مواطنين.
وكانت النرويج قد أجرت مفاوضات مع الحكومة الإريترية في فترات سابقة بغرض التنسيق لإعادة الإريتريين الذين لم يمنحوا حق الإقامة فيها إلى أسمرة. وكانت هذه المفاوضات قد تمت على مستوى وزير العدل ومسؤولين في دائرة الهجرة النرويجية، ولكن الانتقادات المتزايدة لمنظمات حقوق الإنسان جعلت الحكومة النرويجية تتراجع عن خططها بهذا الشأن، رغم إصدارها لتعليمات تمنع الإريتريين من حاملي وثائق السفر النرويجية التي تخص اللاجئين من السفر إلى كل من السودان وإثيوبيا، لأن دائرة الهجرة حصلت على معلومات مؤكدة تفيد بأن بعض الحاصلين على اللجوء في النرويج يسافرون إلى السودان وإثيوبيا وبعدها يدخلون إلى إريتريا بوثائق محلية وتصاريح، وهو الأمر الذي يتناقض مع حق الحماية الذي يطالب به اللاجئ والذي يحصل بسببه على الإقامة في النرويج. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل التقرير الخبري حول الأخبار التي راجت مؤخرا عن إبعاد إريتريين من النرويج بسبب مشاركتهم في مهرجان تأسيس معسكر ساوا. وقدمنا تقرير الشرطة النرويجية الذي يثبت عدم ترحيل أي إريتري بسبب مشاركته في ذلك المهرجان المذكور. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وفي الجزء الثاني مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تتابعون التعليق الذي عددناه بمناسبة فوز رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بجائزة نوبل للسلام لعام 2019. تابعوا معنا. هذه إذاعة إرينا. أعلنت الأكاديمية النرويجية صباح الجمعة الماضي فوز رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بجائزة نوبل للسلام لهذا العام. وقالت اللجنة في تقريرها بأنها منحت الجائزة لأبي أحمد لمبادرته الشجاعة في تحقيق السلام مع الجارة إريتريا ولجهوده في تحقيق السلام والتعاون الدولي. وقالت بأن السلام لا يتحقق عبر جهود فرد واحد، لذلك فإن الجائزة كذلك هي اعتراف بدور الشركاء الذين صنعوا السلام في إقليم شمال شرق أفريقيا. وسوف يستلم رئيس الوزراء الإثيوبي جائزته في حفل رسمي ينظم في العاصمة النرويجية أوسلو في 10 من شهر ديسمبر المقبل. وتبلغ قيمة الجائزة حوالي 1,000,000 كورونا سويدي، أي ما يعادل 900,000 دولار أمريكي. وتقدم مع الجائزة المالية ميدالية ذهبية إضافة إلى شهادة من الأكاديمية. وتنافس على جائزة هذا العام حوالي 301 منهم 223 فردا و78 منظمة. ونافست ضمن المرشحين أيضا منظمة مراسلون بلا حدود، والتي تتخذ من باريس مقرا لها، ومهمتها الأولى هي الدفاع عن حرية الصحافة في العالم. وتأسست هذه المنظمة سنة 1985، وهي تقدم الحماية للصحفيين خاصة في ظل النزاعات الدولية. وكان ضمن أقوى المرشحين للفوز بجائزة هذا العام الناشطة السويدية في مجال حماية البيئة غريتا تومبرغ، ولكن استطاع أبي أحمد انتزاع الجائزة ليكون بذلك أصغر رئيس حكومة أفريقي يحصل على هذه الجائزة. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استطاع أبي أحمد تحقيق إنجاز السلام مع إريتريا بعد شهرين فقط من وصوله إلى رئاسة الوزراء في أبريل من العام الماضي. وفي 9 يونيو كان في أسمرة من أجل توقيع اتفاقية السلام التي أنهت عقدين من الحرب مع إريتريا، وأنهت كذلك جولات من الحرب أدت إلى موت الألوف من الشباب من الجانبين. وسبق ذلك كله جهوده الحثيثة لإحلال السلام في بلاده، حيث قام بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين، وسمح للحركات المسلحة في الخارج بالعودة إلى البلاد والمشاركة في العملية السياسية السلمية، وسمح كذلك بتكوين المنتدى الإثيوبي للسلام الديني، وهو منتدى هدفه حل النزاعات الدينية بين المسلمين والمسيحيين في البلاد. وكان آخر إنجازاته هو المبادرة الأفريقية التي رعاها بشكل شخصي من أجل تحقيق الانتقال السلمي للسلطة في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، وحصل بعدها على تأييد دولي بسبب جهوده لإحلال السلام في المنطقة.
وكان لأبي أحمد كذلك مبادرة مشتركة بين الصومال وكينيا لحل الخلاف بينهما. هذه إذاعة إرنا. ونعود لتأكيد الأكاديمية النرويجية بأن السلام ليس مجهودا فرديا. نعم، السلام لا يتم أولا بين الأصدقاء بل بين الأعداء، وأن الشجاعة المطلوبة للسلام أكبر من الشجاعة المطلوبة للحرب، لأن السلام خيار عقلاني هادي، بينما الحرب خيار طائش لا يعتمد على العقل والحسابات الهادئة. وفي حالة الحرب بين إريتريا وإثيوبيا كان الطيش والتأليب وشحن المشاعر والمطلوب للدخول في معارك دموية أودت بحياة الألوف من الأبرياء، ولم يكن صوت السلام حينها مسموعا، وكل من طالب بالسلام في إريتريا وإثيوبيا تم تجريمه. ومثال ذلك مجموعة ال15 الشهيرة التي اعتبرها الرئيس إسياس أفورقي وحتى اليوم عبارة عن مجموعة من الخونة الذين كانوا ينوون بيع بلادهم إلى إثيوبيا حسب ما يقول. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وكان إسياس أفورقي هو شريك أبي أحمد في صنع السلام في إريتريا، ولكنه كان شريكا من الدرجة الثانية، لذلك لم يستحق جائزة نوبل، لأنه لم يحقق السلام داخل بلاده، ولم يوظف السلام من أجل الازدهار، حيث لا زالت إريتريا وبعد سنة من السلام تعاني من وطأة الظلم، ولا زال شبابها يهاجر بالمئات رغم انتهاء الحروب وعودة السلام. لم يستطع إسياس أفورقي تقاسم جائزة السلام مع أبي أحمد كما فعل الرئيس المصري أنور السادات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغين في عام 1979، ولم يفلح كذلك في تقاسمها كما فعل ياسر عرفات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين. نعم، لم يبذل فخامة الرئيس إسياس أفورقي مجهودا معترفا به دوليا ومحليا من أجل إحلال السلام مع إثيوبيا، بل كان في موقف المتلقي فقط. فعندما جاءه رئيس الوزراء الإثيوبي لم يترك له خيار غير القبول، لأنه سوف يصبح في نظر العالم كاره للسلام، فوجد نفسه مضطرا للقبول بالسلام ليس حبا فيه ولكن خوفا من التبعات. والدليل على ذلك هو انقضاء عام كامل من السلام مع إثيوبيا وإريتريا لم تنعم بالسلام الدائم. فبينما فاز أبي أحمد بالجائزة المرموقة، كان إسياس أفورقي هو الغائب والخاسر كما هو الحال دائما. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل الجزء الثاني من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، وخصصناه لتناول فوز رئيس الوزراء الإثيوبي بجائزة نوبل للسلام لهذا العام، وغياب الرئيس إسياس أفورقي عن الحصول على الجائزة مناصفة معه. هذه إذاعة إرنا. وقبل ختام فقرات برنامجنا أذكركم بأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. الشرطة النرويجية تنفي ترحيل إريتريين إلى بلادهم بسبب مشاركتهم في أنشطة مؤيدة للحكومة. أكدت مصادر لإذاعة إرينا بأن الشرطة النرويجية لم ترحل أي مواطن إريتري خلال شهر أغسطس الماضي بسبب المشاركة في المهرجان الذي نظم احتفالا بالذكرى 25 لتأسيس معسكر ساوى للخدمة الإجبارية. أصداء واسعة لفوز رئيس وزراء إثيوبيا بجائزة نوبل للسلام. حقق رئيس الوزراء الإثيوبي إنجازا عالميا بفوزه صباح يوم الجمعة الماضي بجائزة نوبل للسلام المرموقة، وهي جائزة دولية تمنح سنويا لأفراد ومنظمات عملوا من أجل السلام في العام الماضي. وتنافس مع رئيس الوزراء العديد من الأفراد والمنظمات، وكان من ضمن المنظمات منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بحرية الصحافة في العالم. مجلس الوزراء السوداني يمنع استخدام الزئبق والسيانيد في التعدين. قرر مجلس الوزراء السوداني إيقاف استخدام الزئبق ومادة السيانيد في عمليات التعدين بشكل فوري، ووجه بتعديل الاتفاق مع الشركات العاملة في مجالات التعدين بحيث تخصص نسبة من عوائد أرباحها لتنمية المجتمعات المحلية
فضلا عن إنشاء صندوق للتنمية في مناطق التعدين. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ولا يفوتني أن أذكركم في الختام بأنكم يمكنكم دوما الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم في حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم من محدثكم فتحي عثمان، ومن زملائي في الإذاعة في استوديوهاتنا الرئيسية في باريس أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.